السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد بعيد طبعا عن الاكل بقى والتحديات. هننضف معاكم الطاسة الرهيبة دي طبعا الطاسة دي بقالها معايا بقالها معايا 12 سنة من ساعة ما اتجوزت. فالنهاردة بقى دخلت انا وهي تحدي، قلت لها يا انتي هنضفك يعني هنضفك. وقلت بقى ما فوتش الفرصة ديت وننضفها مع بعض. طبعا اول خطوة نعملها نحطها الاول على النار كده تسخن سخونية حلوة كده عشان الزيوت اللي فيها دي تسيح. هسيبها بتاع شوية حوالي يعني 5 دقايق كده ولا حاجة تسخن بس، وبعد كده بقى نشوف بقى هنعمل فيها ايه. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، متنسوش بقى اللايك والاشتراك. هنعمل مع بعض طبعا فيديوهات جديدة وحلوة كتير هتعجبكم ان شاء الله. هسيبها بقى هي شوية بس تسخن كده عشان تبقى سهلة معانا، وهتشوفوا الفيديو هيعجبكم وشوفوا هيحصل ايه. طبعا النتيجة في الاخر ما تتصدقش، خيال. انا ما صدقتش، ولا بقى ملح ليمون ولا كربوناتو ولا استخدمت منتج ولا اي حاجة. شوفوا مع بعض الفيديو وانتوا هتعرفوا اللي هيحصل، هيعجبكم ان شاء الله. اهي لازم نسخنها بس شوية حلوين كده عشان خاطر كل الدهون اللي فيها دي تسيح. وانا بقى حطيت هنا حلة على النار مية سخنة طبعا عشان اول ما هكحت بقى كل اللي فيها هحطها في المية السخنة لحد ما تغلي معاها كده شوية، وهوريكم بقى انا هحط ايه في المية السخنة دي. خلينا مع بعض واحدة واحدة. اهي كده بعد ما خلاص بتاع حوالي يعني بتاع 5 دقايق كده 3 دقايق ولا حاجة تسخن بس كده وتبقى تطلع كل الدهون اللي فيها. بص اهي حتى ما نيجي نكحتها تبقى سهلة معانا، مش هتتعبك خالص. هتبصي تلاقيها بتتكحت معاكي بكل سهولة، حتى يعني باين من الخطوات اللي انا بعملها. بس انت طبعا خلي بالك طبعا من السكينة، أنا كنت مخليه بالي كويس قوي. خلي بالك بردك لا تتلسع، انا ماسكاها من الايد. نشجع بعض كده طبعا بالفيديوهات دي بتشجعنا جدا، تخلينا نتحمس ان احنا نقوم ونشوف لو في حاجة عايزة تتعمل هتتعمل. بس نكحتها كده واحدة واحدة لحد ما استوت ده كله ينزل، كل الدهون اللي فيها دي تنزل. طبعا الطاسة دي معايا بقالها عمر وانا ما استخسرت ان انا ارميها. بقى الم بقى الحاجات اللي بتقع منها دي عشان ما تسدش الحوض، نخلي بالنا طبعا كويس قوي. انا كنت راكناها الصراحة بقالها فترة، فقلت لها بقى هتحداكي بقى، هدخل بقى تحدي انا وانتي، انا يا انتي هتنضفي يعني هتنضفي. حاولت معاها واحدة واحدة والحمد لله. هي ما شاء الله هي بتبتدي ان هي تطلع منها الدهون بكل سهولة، مش هتتعبك ولا حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بقى قلت بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو نقعد نكحت بقى كده شوية حلوين كده بس لحد ما كل الحاجات اللي هي الناشفة دي تطلع من الطاسة يعني. خليكم فاكرين شكلها كويس قوي، انا مش مغيرتهوش، هتنبهروا في الاخر. انا الصراحة ما صدقتش من النتيجة اللي هتطلع مني. طبعا اي حاجة بتقابلني فناشفة قوي فبكحتها طبعا عشان لما اجي ادعكها ما تضايقنيش. طبعا ما فيش بيت ما فيهوش الطاسة دي، كل بيت لازم يكون فيه الطاسة الرهيبة اللي كلها دهون دي. في ناس خلاص يعني بتستسلم، ترميها وبتركنها وبتسيبها بقى عشان خلاص متعملش فيها حاجة، زي ما انا بردك كنت عاملة وكنت راكناها مكنتش بعمل بيها حاجة. بس بقى قلت بقى لا، هطلعها وهنضفها يعني هنضفها.
والحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا بينا على النبي كده. اهي المية غليت معانا، حطيت ربع كوباية من الاريال. ده ملح عادي مش ملح ليمون، ملح بتاع الاكل. ودي نص كوباية من الخل. حطيت بقى ليمونتين حلوين. لو في قشر استفندي عندك او قشر ليمون عندك، قشر برتقان ولا ايه، تحطيه برضو وتسيبيهم يغلوا مع بعض. صدقيني خيال، روعة. بتطلع الدهون بكل سهولة. ولا حطيت بقى ولا كربوناتو ولا ملح ليمون ولا اي حاجة. وهتشوفي معانا الفيديو هيعجبك جدا. الصراحة ما كانش عندي قشر برتقان، كان عندي قشر استفندي، بس الاتنين عادي ما فيش مشكلة. واحد. طبعا انا اول ما حطيت الخل في الحلة عملت فوران رهيب، بس ما جبتش المنظر ده عشان المنظر كان شكله يخض. ندعكها بقى مع بعض كده دعكة حلوة كده من ايديكي، وان شاء الله تطلع مية مية. هقعد ادعك فيها بقى شوية كده حلوين يعني. واي حاجة طبعا هتقابلني برضو جامدة كده شوية برجع احطها تاني على النار شوية، او احطها في المية السخنة تاني. وندعك بقى بردك لو في حاجة مقابلانا بمعلقة او بحرف السكينة، بس طبعا نخلي بالنا طبعا عشان ما نتعورش، وربنا يسترها يا رب علينا وعليكم. صلوا بينا بقى على النبي بقى عشان نشوف ان شاء الله النتيجة هتبقى عاملة ازاي. هنا بقى زي ما قلت لكم كان في حاجات بتقابلني، كنت طبعا بكحتها. طيب طبعا عشان انا قلت لها زي ما قلت لكم، يا انتي مش هسيب فيكي حاجه، هنضفك يعني هنضفك. سموا انتوا بس بالله كده، وان شاء الله كل حاجه تطلع سهله وبسيطه. مفيش حاجه تبقى معقده في وشنا. ويا ريت تعجبكم الفيديو وتتابعونا كده على القناه. هنعمل حاجات حلوه كتير وبنعمل تحديات حلوه طبعا. هي القناه بتاعتنا منوعه تحديات واكل ولعب، وهتعجبكم جدا. وروتين طبعا. بالتوفيق ان شاء الله لينا وليكم. بس كان اي حاجة بتقابلني طبعا كنتش بسيبها، كنت بحاول معاها لحد ما ان انا اطلعها. بس هي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كانت خلاص بتبتدي تنضف معايا، طبعا النتيجة باينة قدامكم. الطاسة انا ما غيرتهاش زي ما هي كده، واضح ان انا ماشية معاكم خطوة خطوة.
خليكوا فاكرين بس شكلها كويس قبل، هتشوفوا شكلها بعد. انا ما صدقتش النتيجة الصراحة، صدقتش انا كنت راكناها الفترة دي كلها ورجعت ان انا استخدمتها تاني. زي ما قلتلكوا بقى معايا 12 سنة. ما شاء الله. الصراحة لسه كمان ده لسه ماشيين مع بعض واحدة واحدة، هتشوفوا النتيجة في الآخر. يلا بقى يا حبايبي، اللي ما عملوش لايك يخش يعمل لايك، اشتركوا في القناة الاشتراك الجميل بتاعكوا ده عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا بقى ما شاء الله، كانت دي خلاص الخطوة النهائية، كانت خلاص يعني. شوية مجهود حلوين بس النتيجة هتعجبك طبعا. ما شاء الله. بس انا زي ما قلتلكوا فضلت احاول معاها واحدة واحدة لحد ان انا ما اسيبش فيها حاجة خالص. واحدة واحدة هترجع جديدة ان شاء الله. كل حاجة من ايدك طبعا بتطلع حلوة وجميلة. ست البيت الشاطرة بتخلي كل حاجة كويسة. دي كانت اهي خلاص، طبعا ما صدقتش الصراحة ان هي وصلت لكده. هي فاكرين طاسة في الاول شايفينها في الاخر. ما شاء الله. الصراحة انبهرت من شكلها. شوية دعك حلوين بس النتيجة هتبقى روعة. اي ما شاء الله. طبعا احسن بكتير من الاول. اهي قعدت ادعك فيها شوية كمان حلوين لحد ما خليتش فيها حاجة. ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش اللايك والاشتراك الحلو بتاعكم. مع السلامة.